السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده اول مرة نعمل قطايف. معانا نص كيلو قطايف، ومعانا مكسرات زبيب، جوز الهند وزبيب وسودان. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد حبة من هنا، واتنين تلاتة من هنا من السوداني، واتنين تلاتة من القطايف. يلا هنعملها كده ومش ترتكن، عشان لو ارتكنت وجيتي تعمليها هتفك معاكي ومش هتمسك كده، عشان لسه جايه من سخنه من المحل. تشتغلي بيها على طول ومش تكشفيها للهوا. هنعمل واحده كمان، شويه زبيب، شويه سوداني، شويه زبيب دي كانت جوز الهند. هنطبقها كده زي السمبوسه. لو ركنتيها بتفك معاكي ما بتمسكش، هي كده عامله زي العجين فبتلحم في بعض. هنكمل ونشوفه في الاخر. يلا خلصنا، حشينا القطايف رصيتها زي ما انتم شايفينها كده، وهنشتغل في الكنافه. هنشوف الكنافه مع القطايف لما تتحمر مع بعض ان شاء الله اخر ما نعمل، يعني ما نخلص ان شاء الله باذن الله كده. معانا لحشو الكنافه، معانا نص كيلو كنافه جايه كده من المحل. بصي محطوطه في الفريزر، وهو مقطعها وعينها في الفريزر، فجايلي جاهزه كده مش طازه. لا انا مش مبسوطه لا كده، هي مش طازه، بس هو بقى ايه يعني بيحل من شاينها شويه. انا احسن اجيبها طازه واقطعها، او لو عايزاها ناعمه احطها في الفريزر قبل ما اعملها مثلا بيوم او من بالليل، واصبح اقطعها زي ما انا عايزه. لكن هي جايه من الفريزر كده بالشكل ده. ما علينا بقى، اجت كده بظروفها. طيب معانا الحشوه، شويه سوداني جرشناهم، ومعانا زبيب، ومعانا جوز الهند. هنخلط ده كله في بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين بقى ايه، نعمل طريقه حلوه كده للحشو ده عشان تبقى معانا الخلطه متماسكه شويه. معانا سمنه كريستال ان شاء الله هنشتغل منها، مش هنشتغل بزيت، يا اما سمنه حلوه يا اما زيت نظيف برضه، المهم يكون نوع ماده دهنيه نظيفه. معايا سيرب، خليتك شوي خليها. معايا سيرب انا عاملاه حاطاه في التلاجة. هاخد منه بس معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنحط سكر ولا نحط حاجه على الكنافه، هنكتفي بالسيرب ده. طيب كده احنا خلصنا الموضوع ده. معايا الصينيه اللي هعمل فيها الكنافه. فرشه الصينيه، فرشه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش فكه يعني، انا مش هاخد سمنه على الكنافه مباشره، بس نوع السمنه حلو وريحتها حلوه تديكي طعم جميل في الكنافه. اوعي زيت التموين ما تعمليش بيه، اوعي السمنه الرخيصه، لازم تكون حاجه تخلي اكلك يطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين نوع السمنه؟ احلى سمنه سارون.
بس هي غالية شوية مش مشكلة. احنا معانا الكنافة بتاعتنا جاهزة، هننزل بالكنافة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بتلتين الكنافة، تلتين الكنافة، يعني اكتر من الطبقة الفوقانية او اللي على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هنضغط عليها كده مع بعض. بسم الله. انا قاعده في اوضه الانتريه عشان انا تعبانه شويه، مش قادره اقف في المطبخ، وانا متاخره عليكم شويه بالفيديوهات، معلش عشان انا ايدي تعبانه، مش بقدر ان انا امسك سكينه او اشتغل في المطبخ. انا بنتي اللي قايمه بالعمل معايا. احنا بنصور بالطول. مش مشكله بقى، ما هو مش هينفع ينهد ليه كده بس يا رزان. والله نسيت. طب اجي بالبقى ده عملت بالعرض. يلا لا حول ولا قوه الا بالله. بتعملي ايه؟ خرجت الشورت. يلا هنتكب هننزل بايدينا كده على الكنافه، هنضغط عليها جامد. ربنا يدينا الصحه. يلا يا حبايبي، ضغطنا على الكنافه وهننزل بالحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هننزل بيه كده 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 اهو بالمعلقه كده اهو. يلا هنوزع كده، وزعي الحشو عشان يبقى متوزع في كل الكنافه. يلا الطبقة التانية مش بالصبر يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ولا حطيت سمنة ولا حطيت سكر على الكنافة. الطبقة اللي فوق المفروض نطلع القطايف نحطها في الشربات، وانا شرباتي لسه على النار وانتوا احلى من الشربات. ايه رايكم؟ جهزوا شرباتكم قبل ما تبدوا. ماشي بقى دي كده انقلت والباقي على النار. انا بس مهديه النار عشان ما تنحرقش. يلا هنطلع دي ما تتحمر ونحطها هنا. هيكون شرباتنا جاهز على النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش هنحط بقى وهو سخن، مفيش مشاكل يعني، مفيش رحيل. هنوريكم بقى ان شاء الله في الاخر. حطيت نص كوبايه سمنه او كوبايه الا ربع، هسيحها على النار. هسيحها فكوا الهتا من بعضها، مش تغلي، هتسيح بس، وهنشوف هنعمل بيها ايه ان شاء الله باذن الله.
يلا حطيناها في الشربات، لونها كده ذهبي، لونها جميل وحلوة. وسقينا الكنافة، تعالي هنا، سقينا الكنافة الشربات، ادي لون خش عليها كده شوية. يلا هنقطعها ان شاء الله باذن الله، وهنشوف برضو الفرع معانا في الاخر. والحشو، الحشو كمان احنا قلبنا الصينيه. طيب ادي الخرطه معاكم، معلش الحشو احنا قلبنا الكنافه، الحشوه في طبقه اللي تحت، بس الخرطه ما شاء الله متماسكه معاكم اهي. من ايه؟ من السيرب، من السيرب اللي احنا عملناه في الحشو. ثلاثة كده مع حضراتكم. ما شاء الله الخرطة طالعة متماسكة وحلوة. وادي القطايف معانا، وادي صينية الكنافة على بعضها. ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد. انا واقفة مخصوص عشان اعمل لكم فيديو، علشان مش عايزة احرمكم مني، عشان مش هنحرم منكم ولا تتحرموا مني زي رامز ما بقول. ماشي حبايبي، بمسح الكلام ده. مش تنسوني من اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.